هذا العمل تم اقتباسه من رواية الكاتب المصري تاريخ الحضارة المصرية للكاتب أحمد جمعة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. في زمن خان فيه الصمت الأرض ونام فيه العدل، نهضت مصر لتكتب قدرها بالدم والنور. جلس سقن راع، ملك لا يعرف السكون، يعد جيشا ليوم تكسر فيه قيود الذل. من الملك أبو فيس: أزل أفراس النهر، أو الهلاك لك ولقومك. وتهددني في عرشي: اخرج من أمامي قبل أن أدفنك تحت قدمي. لم تكن رسالة بل إعلان حرف، اشتعلت في قلب الملك نار لا تطفأ. جيشهم كالرمال وعجلاتهم تكتسح كل شيء. لسنا مستعدين بعد، بل هي الحرب. إن لم نذهب إليهم سيأتون إلينا كالإعصار. أخبر سيدك أن أفراسنا ستلعب في أواريس فوق جثاتكم. عد لنا بالنصر، أو لا تعد إلا شهيداً يخلد اسمه. وانطلقت الحرب حربا تهتز لها السماوات، ويكتب فيها مصير أمة. صمد رجال مصر كالجبل، لا ينكسرون ولا يتراجعون. لن تسقط مصر وأنا أتنفس. سقط الملك، لكنه لم يهزم، بل أصبح ناراً في قلوب شعبه. أيها الملك العظيم والزوج والكريم، عدت ممزق القلب والصدر، وتركتني وحدي. فتشت في عمري فلم أجد أهنأ من أيامي معك. حلمت أن شيخ معا لكنك سبقتني. هنيئا لك، لقيت الرب بصدق لن يضيع أجرك، لكن فراقك يحطم قلبي. لم تمت، بل زرعت فينا حياة لن تنطفئ. ومن بين الدموع ولد الانتقام، وبدأت أسطورة أحمس. أقسم بدمك يا أبي
لن يهدأ قلبي حتى أطهر الأرض من دنسهم. لم يكن حزناً، بل كان ميلاد نار ستحرق إمبراطورية الرعاة من جذورها. القوة وحدها لا تكفي السرعة، هي سلاحنا، بها سنمزق صفوفهم. تغيرت موازين الحرب، لم يعد المصري يلاحق، بل أصبح الصاعقة التي تصيب وتختفي. يا أخي، لقد صنعت سلاح النصر اليوم. تبدأ نهاية الرعاة. مدينة تلو الأخرى كانت مصر تعود قطعة من روحها الممزقة. أخي، أبلغ أمي أني لحت بأبي مت كما يليق بالملوك. سأفعل يا أخي. سقط الأخ كما سقط الأب، لكن السيف لم يسقط، بل اشتعل أكثر. الله لن يبقى لهم أثر، إما نصر يخلدنا أو موت يشرفنا. لم يعد الهجوم عشوائياً، بل أصبح فناً يفكك العدو قطعة قطعة. ظنوا أنهم نجوا، لكنهم كانوا يسيرون نحو مصيرهم المحتوم. وهنا جاءت الخدعة التي أنهت أسطورة الرعاة إلى الأبد. اليوم ينتهي الظلم، اضربوا ولا تتركوا لهم نفساً. هنا في قلب أواريس سقطت آخر أوهام القوة، وبدأ الحساب الذي طال انتظاره. اهربوا، إنهم كالأعصار لا يمكن إيقافهم. اهربوا، لا يمكن إيقافهم، إنهم كالأعصار. لم ينجو أحد. الأرض، النهر، والسماء كلها كانت ضدهم. حتى حانت لحظة النهاية، حصار شاروهين الخانق آخر معاقل الرعاة. 3 سنوات من الحصار، الجوع والخوف، حتى انتهت آخر أنفاسهم.
وانتهت قصة الرعاة كما تنتهي كل قوة بنيت على الظلم. اليوم عادت مصر ولن تسلب حريتها بعد الآن. عاد الملك لا كقائد فقط، بل كمن أعاد روح أمة بأكملها. لم يكن النصر بالسيف فقط، بل بإصلاح ما كسره الظلم في قلوب الناس. أيها الملك، نحن أهل كتاب، لم نكن من الظالمين. من عاش بيننا فله ما لنا وعليه ما علينا، هذا هو العدل. وهكذا لم تولد مصر من جديد، بل أثبتت أنها لا تموت أبداً. إذا أعجبك هذا المحتوى وتريد المزيد من القصص المذهلة والمعلومات الشيقة، لا تنسى الاشتراك في القناة. اضغط على زر الإعجاب لدعمنا وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد فور نشره. دعمك هو الذي يجعلنا نستمر في تقديم محتوى أفضل وأقوى. انضم إلينا الآن وكن جزءا من رحلتنا.